طيب وقرر بعض الفانز ان هم يعملوا نهاية بديلة لواحد من اعظم الانميات في التاريخ من وجهة نظري ومن وجهة نظر الجميع على ما اظن، وهو اتاك اون تايتن. ونزلت الحلقة دي من 4 ايام، من كام يوم كده، مش فاكر بالظبط وقت تصوير الفيديو ده، واتفرجت عليها. وعندنا كلام كتير عايزين نقوله عن كونسبت اصلا، يعني ايه حد يعمل نهاية بديلة لانمي معين، والقصة الكاتب افنى عمره عشان يكتبها. ولكن طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك، لان ده فعلا هيساعدنا كتير قوي في بناء القناه. وما تنساش لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. طيب اللي اتفرج على النهايه البديله او اللي ما اتفرجش، ما اظنش ان هيبقى في حرق نهائي للي انا هقوله لك في الفيديو ده، لان النهايه البديله مش مفهومه اصلا. يعني الحلقه اللي عملوها الفانز، وبعد كده في اخر الحلقه بيقول لك هيبقى في حلقه اكستندد فيرجن، في فوتج مختلف شويه او زياده في الاوبننج سيكونس وفي الاندنج سيكونس. ما اظنش ان اغنيه بدايه او نهايه، بس قصدي هيغيروا في بدايه الحلقه وفي نهايه الحلقه. بس كده ده اللي انا فهمته منهم، وما فهمتش اي حاجه من الحلقه. هو استعرض عضلاته في الرسم بشكل جبار بصراحه، كحاجه من صنع الفانز. الانيميشن والرسم كان على اعلى مستوى. حاول يقرب كمان للستايل بتاع ويت اللي احنا بنحبه. طبعا ستايل مابا كان ممتاز وخرافي واستمتعت بيه، ما عنديش اي مشكله، لكن الانيميشن او الفان انمي اللي اتعمل ده كان قريب شويه للارت ستايل بتاع ويت ستوديو. وبالنسبه للفويس اكتنج، معرفش هم تقريبا استخدموا اي، يعني هم استخدموا اللغه الانجليش، الدبلجه الانجليش. وانا واحد بحب جدا اتفرج على الانميات عموما بالدبلجه الانجليش، وهي المين لانجوج بتاعتي بعد اللغه العربيه في الفرجه على الاعمال المعينه. لكن اللي انا سمعته كان زي الزفت حرفيا، صفر من مش من 10، صفر من 100. تقريبا استخدموا الاي اي، الاداءات كانت بارده جدا جدا جدا، ما كانش فيه روح في الكلام، مع ان كان باين محاوله لتصنع المشاعر. يا غالبا ده كان اي اي، يا معذره لكل اللي تعب، بس هو فويس اكتر فاشل جدا. الفويس اكتنج في الفان انمي ده وفي النهايه البديله اللي اتعملت كان 0 من 10. فانا بقول لك ان من مميزات الحلقه بتاعت النهايه البديله الرسم الممتاز، اللي طبعا مقارنه بكونه حاجه فان انمي، بس دي الحاجه الوحيده العدله. لا قصه هتفهمها ولا هتفهم هم عايزين يقولوا ايه. دخلك جوه المسارات وقال لك ايرين كان عايز يعمل كده، وخد يمير فهم قصتها وماضيها وحس بيها واداها حاجه محدش قدر يديها لها خالص، وهي الحريه. برافو، النهايه البديله الاتاك. بس طب انت عملت نهايه بديله ليه؟ طب انت عملت بجد نهايه بديله ليه وانت ما ضفتش حاجه؟ النهايه الاصليه بتاعت الكاتب زي الزفت، ما فهمناش حاجه. نهايه داون جريد خالص لواحده من اعظم الملاحم اللي حصلت في عالم الانمي وبتاع. طب انت بقى خلاص هناخد على كتفنا عاتق ان احنا نصلح النهايه اللي الكاتب زفتها، وما عملتش حاجه. انت عملت انمي هتستعرض فيه عضلاتك الرسميه فقط، لا حتى جملته بموسيقى لطيفه كان ليها علاقه حتى باتاك، غير قسط صغير كده في الاخر، ولا جملته بفويس اكتنج كويس، ولا حطيت قصه. طب فين النهايه؟ ده سؤال لكل اللي شاف. يمكن انا غلطان، يمكن تقولي في الكومنتات تحت انتوا فهمتوا ايه من القصه. طب ايه اللي انت عملته مختلف عن اللي الكاتب عمله؟ سامحوني لو انا مشخصن الموضوع شويه او متضايق او زعلان، بس اتاك اون تايتن واحد من اعظم واحسن واقرب الانميات لقلبي اللي اتفرجت عليها في حياتي. يحضرني في الذكر انميات قليله حبيتها بالمنظر ده، طبعا بعيدا عن هانتر، فول ميتال الكيميست وباراسايت، في انميات معينه كده محصنه مكانها كواحده من اعظم الانجازات في تاريخ الانمي الياباني. اتاك اون تايتن واحد منهم، ان لم يكن هو المتربع على عرش الانميات الموسميه او الانميات اللي بتعتمد على هذا الشكل من العرض. وخدوها تصريح ناري مني بقى، انا بصراحه حبيت النهايه جدا. انا كنت شايفها نهايه منطقيه لتسلسل الاحداث اللي حصل على مدار الانمي والقصه اللي احنا عشنا معاها طول الوقت ده كله. بعد ما حصلت المعركه الاخيره والفايت الجبار مع الفاوندنج تايتن ودك الارض وخلاص قضينا على التايتنز والالديانز وهم الابطال والكلام ده كله، و20% من البشريه، برضه في الاخر الصراع هيدوم. والمشكله مش في العمالقه، والمشكله مش في الوحوش، المشكله فيكم انتوا كبشر. انتوا اللي الوحوش جواكم، انتوا اللي تصرفاتكم بتجبر العالم على هذه الحاله من الحرب الدائمه والمستمره. وشفنا ده حتى في السيكونس الاخراني اللي كان بيبين لك جزيره بارادي كانت عامله ازاي في الاخر
تطورها من هنا لصحراء لكذا لكذا لمدن لعماير وبعد كده حرب فاهم مستمره وحاجات عماله بتحصل. انا بالنسبه لي السيكونس ده كان منطقي، انا حبيت جدا 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 النهايه. لما قراتها في المانجا ما كنتش شايف ان عايزها تتغير، كانت حلوه، ولما حصلت في الانمي كانت مثاليه جدا وممتازه ورسم وقسط وحاجات لطيفه جدا. فانت بقى حضرتك يا محنك يا اللي ما جابتكش ولاده يا كاتب القصص العالمي يا المانجاكا الاشهر في التاريخ والوجود، كتبت حاجه بوظت بيها كل اللي الكاتب عمله. مش عارف اتكلم، بوظت بيها كل اللي الكاتب عمله، وفي الاخر لقيت نفسك حتى مش قادر تكتب حاجه. انت ما كتبتش، ما كانش فيه كتابه. الكتابه في النهايه البديله اللي شافها كانت هشه جدا جدا جدا. إسياما أفنى عمره وأفكاره كلها في إن هو يطلع لك القصة دي. مصطلح كده بيطلقوه he poured his soul، صب روحه في العمل ده كله عشان ينتج لك قصة هو حاسسها ومصدقها. وقعدت انت التراس اتاك طول حياتك، واتاك عمك لا، ون بيس عمك لا، وتصارع الفانزات كلها عشان اتاك اعظم قصه في الوجود، وفي الاخر تاخد على عاتقك انك تغير كل ده 180 درجه. انت باللي انت عملته ده انت هدمت الاساس اللي كان مبني عليه اتاك، هدمت المورال كومباس اللي كانت مبنيه عليها اتاك، البوصله الاخلاقيه المعضله الاخلاقيه زي ما بعض الناس بتقول. المعضله الاخلاقيه بتاعت اتاك هي كانت اكتر حاجه بتميزه. انت هدمت كل حاجه. الكاتب واخد رؤيه من اول حلقه ومن اول تشابتر في المانجا لحد الاخر خالص، وانت وثقت في الكاتب ده واديت له وقتك ومشاعرك واستمتاعك ووقت فراغك ووقت شغلك حتى كنت بتتفرج فيه على القصه دي وعلى الانمي ده. ان انت تيجي في الاخر بعد كل ده تهدم اللي الكاتب بناه ولا مش عاجبني، مش من حقك. مش ما عجبتكش النهايه اسكت، ما عجبتكش النهايه اقلب الانمي واتفرج على حاجه غيرها. تغير ده وتقول هي دي النهايه البديله لاتاك الاحسن. يا سيدي عندي استعداد اديك فرصه، فرجني بقى وريني فين النهايه الاحسن. مش من حقك ابدا تقول الكاتب ملوش لازمه وانا اللي عملت القصه الممتازه جدا لاتاك. وهي في الاخر كانت قصه خايسه لابعد الحدود النهايه البديله اللي انتوا عملتوها دي، وكانت حاجه من ابعد واحقر كيس ممكن تتخيله في حياتك. فارغه رسم فقط. هم عملوا الهليله دي كلها عشان في الاخر يقول لك بصوا يا جدعان احنا انيميترز جامدين، وعملوا بروباجندا على حساب الكاتب وعلى حساب نهايته وعلى حساب مشاعر الكاتب وعلى حساب كل حاجه الفانز اتعلقوا بيها. محدش يسالني عن نهايه اتاك لان بصراحه كانت من اسوأ التجارب اللي مريت بيها في حياتي. مش هقول ان من اسوأ الحاجات اللي شفتها لانها كده كانت سيئه جدا، لكن تجربه سيئه على المستوى الفني، سيئه على المستوى الابداعي، سيئه جدا 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 على المستوى الانساني. بس ودي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. اعذروني جدا لان انا شخصنتها شويه وطلعت اتكلمت بهذا القدر من المشاعر، بس كان لازم بصراحه لاني كنت متضايق جدا زي ما قلت لكم من التجربه الفنيه والانسانيه اللي انا مريت بيها. ما كانتش تجربه كويسه اطلاقا. وارجع اقول لكم تاني دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش اللايك لان ده هيساعدنا جدا 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 في بناء القناه، وما تنسوش اهم حاجه لا تجعل مشاهده الانمي تلهيك عن واجبك الديني والدنيوي. دي كانت كل حاجه عندي اقولها في الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.